اهلا بيكم. النهارده هنرسم سوا بمناسبة عيد الصليب صليب قديم من مخطوطات بيرجع للقرن ال18. الصليب ده كان منتشر في الوقت ده رسمه في المخطوطات كنوع من التزيين، وهو بيعتمد في تكوينه الأساسي على شكل هندسي وهو الدايرة، واحنا عارفين ان الدايرة ملهاش بداية وملهاش نهاية، وده رمز لله اللي هو غير محدود، ليس له بداية وليس له نهاية. الأدوات اللي احنا هنحتاجها طبعا سوا هو عبارة عن البرجل أو مسطرة دواير وقلم رصاص طبعا واستيكة وبراية، وطبعا الورقة اللي هنشتغل عليها. بس أنا طبعا النهاردة هشتغل على خشب متحضر بجلاتين وسبيداج وقماش، عشان أنا هشتغل الصليب ده بالتمبرة. تمبرة يعني عبارة عن أكاسيد وخل وبيض، تمام، اللي هنلون بيها الصليب. فيلا نبتدي سوا. اول حاجة ان انا بقسم الورقة بتاعتي او الخشبة بالنص بالطول وبالعرض، وبعدين هبدأ اشتغل تلت وتلتين. يعني اول دايرة عندي هرسمها هتبقى عند التلت اللي فوق، تمام. بعد ما برسم الدايرة الاولانية ببدأ كده عند النص بتاع القطر وارسم دايرة تانية، وبعد ما برسم الدايرة التانية ببدأ من عند زاوية التقاطع أبدأ أرسم الدايرة التالتة، وهكذا لحد ما بيكملوا 6 دواير بيكونوا لي في النص شكل وردة سداسية زي ما انتوا شايفين كده. يعني أنا برسم أول حاجة في النص دايرة، وبعدين عند منتصف القطر بتاع الدايرة دي ببدأ أرسم، أقف بسن البرجل أو بالمسطرة الدواير على النص وابدأ أرسم دايرة تانية، وبعدين ببدأ بقى عند كل تقاطع دايرة ببدأ أرسم الدايرة اللي وراهم. ما بجيش عند نص الدايرة الأولانية اللي أنا رسمتها بقى خالص، أنا بمشي كده على الحواف لحد ما بيكون لي شكل الوردة اللي انتوا شايفينها دي، وردة سداسية. والوردة السداسية برضو عشان تبقوا عارفين، والسمانية كمان في الفن الأرمني بيرمز إلى ما لا نهاية. الخطوة اللي بعد كده ان ببدأ بقى من التقاطع اللي في النص ارسم دايرة كمان عشان ابدأ اعمل الصليب بالافرع بتاعته الاربعة في الاربع نواحي، تمام. ببدأ ارسم دايرة زيادة عند التقاطع اللي في النص عند الخطوط اللي احنا اصلا قسمين الورقة بيها من الاول، تمام. ببدأ ارسم دايرة تانية تتقاطع مع الدوائر اللي احنا عاملينها، تمام. كده انا عملت في الاربع جهات. الخطوة اللي بعد كده بقى ان انا همسك كل دايرة رسمتها جديدة في الاربع جهات المتقاطعة مع الدايرة اللي في النص، هبدأ ارسم فيهم برضو الست دوائر متقاطعة زي ما عملت في الدايرة اللي في النص تاني، تمام. بس قبل ما هعمل كده هبدأ اكمل بايدي كده شكل البتلات بتاعة الوردة، او ممكن طبعا اكمل بدواير وبالبرجل تاني وامسحها يعني، بس دي اسهل ان انا اكمل البتلات بتاعه الوردة بايدي علشان الشكل يوضح اللي انا اشتغلته في النص، تمام. زي ما انتوا شايفين كده كملت بايدي البتلات اللي كانت ناقصة من الدواير. وطبعا وانا شغالة هو نفس قطر الدايرة اللي رسمته في الاول هو نفس قطر الدوائر كلها اللي انا برسم بيها، ما بغيرش لا بكبر ولا بصغر. يعني تخلوا بالكم انتوا بترسموا ان البرجل لا يضيق ولا يوسع تاني عن ما كنتوا راسمين الدايرة الاولانية، هو انا بمشي بنفس قطر الدايرة في كل الرسمة في كل الزخرفة في كل الشكل الهندسي. بيعتمد على ان الدايرة تكون مساحتها واحدة، لو حصل انها كبرت او صغرت الشكل مش هيدي نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، لازم تبقى المساحة واحدة. عشان كده لو انتوا مش قادرين تتحكموا قوي في البرجل ممكن تستخدموا المسطرة الدوائر عشان هي هتبقى الدايرة واحدة اللي انتوا شغالين بيها، تمام. زي ما قلت لكم كده هبدأ امسك بقى كل طرف دايرة انا اشتغلته جديد اللي هو في الاربع جهات، وهبدأ اعمل عليه برضو نفس الست دواير المتقاطعين اللي انا عملتهم في النص. برسم الاول دايرة عند المنتصف القطر على طرف الدايرة الاولانية،
وبعدين ببدأ عند كل تقاطع دايرة ارسم دايرة تانية، وهكذا داير الدايرة الاولانية فيكون لي في النص شكل الوردة السداسية. تمام. يبقى برسم دايرة في الوسط، وببدأ على المنتصف القطر بتاعها على الخط الحافة بتاعت الدايرة ارسم دايرة تانية، وبعدين عند كل تقاطع دايرة على نفس خط الدايرة الأولانية ببدأ ارسم دايرة كمان. يبقى كده بعمل 6 دواير حوالين داير الدايرة الأولانية. تمام. فيكون لي شكل الوردة السداسية اللي انتوا شايفينها، وهكذا بقى. يبقى الصليب كله عبارة عن الوردة السداسية دي بتتكون في كل الصليب بالأربع جهات. وممكن طبعا تشكلوا بقى الدوائر، تغيروا شكل الدوائر ديت، تبقى مثلا دايرة سباعية أو ثمانية فتغير شكل الصليب خالص. تمام. أو ممكن تعملوا مثلا أكتر من دايرة بالعرض أو بالطول فتغير الشكل. تمام. انا هنا عملت الدايرة اللي في النص، وبعدين 6 دواير حواليها، وبعدين دايرة في الاربع اطراف، وكل دايرة في الاربع اطراف هرسم فيهم برضو 6 دواير. وبعد كده هبدأ اغير الشكل علشان يديني شكل الصليب اللي انا عايزاه. بس زي ما قلت لكم تحكمكم في الدوائر هو بيغير شكل الصليب ككل. تمام. زي ما انتوا شفتوا كده انا رسمت حوالين الدايرة الجديدة 6 دواير تانيين، وكونوا لي الشكل ده والوردة السداسية بالأفرع بتاعتها. وببدأ طبعا أكمل الخطوط اللي ناقصة بإيدي، اللي بيبقى فيه قوس كده بيبقى له خط لسه ناقص، بيبقى محتاج دايرة تانية عشان تقفله. أنا بدل ما برسمه تاني وارجع أمسح، أنا بعمل إيه؟ إن أنا بقفله بإيدي كده بالقوس. لو انتوا مش قادرين تقفلوه بإيدكم كده بالرسم، ممكن ترسموا دايرة وبعد كده امسحوا الخطوط الزيادة. تمام. بس فهي القوس اللي بيبقى له مش مقفول انا بقفله انا بايدي علشان يكمل شكل الوردة السداسية. تمام. امشوا معايا بالخطوات هتلاقوا الموضوع سهل خالص وبسيط. هو زي ما قلت لكم الشكل الاساسي المكون للصليب ده هو الدايرة، وعرفنا احنا رمزيته ايه. الناحية التانية برضو على نفس الدايرة اللي اشتغلت عليها بدأت ارسم على حفتها وعند منتصف القطر دايرة كمان، وبعدين عند كل تقاطع دايرة برسم دايرة تانية، كل ده حوالين الطرف الدايرة الاولانية. فكون لي الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وردة سداسية في المنتصف. وببدأ بكمل كل قوس من الأقواس اللي مش كاملة ببدأ أكملها بواحدة تانية قصادها بحيث تكون لي شكل بتلة الوردة. تمام. وبين كل بتلة وبتلة برضو عشان تبقى واضحة قدامكم بتبقى فيه برضو بتلة تانية بالعرض زي ما انتوا شايفين كده، يبقى على طرف الدايرة وغير البتلات السداسية اللي هي في النص. ده بالنسبة للجنبين انا هرسمهم الاتنين قد بعض ونفس الشكل طبعا. اما الشغل كله اللي هيتغير هيبقى في الطرفين من فوق واللي تحت، وطبعا الطرف اللي فوق اقصر من العمود اللي تحت. تمام. ببدأ بقى اشتغل على العمود اللي من فوق، اعمل دايرة وبعدين هعمل دايرة كمان عشان ارفعه شوية عن الجنبين. طبعا كل دايرة برسمها بتبقى عند منتصف القطر اللي انا بدأت فيه الدايرة اللي قبل منها. تمام. هرسم دايرتين فوق بعض علشان يبقوا بعاد شوية عن الجنبين، وبعد كده هبدأ ارسم على طرف واحدة الاخيرة دايرة، وبعدين برضو تاني ارجع اكمل عند كل تقاطع ارسم دايرة كمان داير فيبقوا 6 دواير يكونوا لي ال6 بتلات اللي في النص. تمام. وبعدين هبدأ ارسم دايرتين زيادة شوية في الجنب هنا والجنب التاني. تمام. بحيث ان يدوني شكل اعرض شوية من الجنبين فيبقى شكله زخرفي احلى، وبحيث انه يعرض لي الراس الفوقانية للصليب عن اللي تحت. هبدأ اكرر نفس اللي عملته في الراس هو اللي هعمله برضو في الجزء اللي تحت، بس انا هعمل شكلين علشان ادي طول للصليب. تمام. برضو هعمل دايرتين فوق بعض
كل واحدة فيهم عند منتصف القطر عشان يدوا طول. وبعدين ابدأ ارسم على الدايرة الاخيرة 6 دواير حوالين بعض، كل واحدة متقاطعة مع التانية فتكون لي شكل الوردة السداسية في النص. وبعدين ارسم في الجنبين دايرتين زيادة، وبعدين اكملهم انا البتلات انا في النص بايدي، علشان خاطر ادي نفس الشكل العريض اللي انا عملته للراس الفوقانية للصليب من فوق. تمام. وزي ما قلت لكم لو انتم مش قادرين ترسموا بايديكم شكل البتلات دي وهي عبارة عن قوسين متقابلين، حاجة بسيطة خالص مش صعبة يعني. تمام. لو مش قادرين هتكملوها بدواير وبعد كده امسحوا الزيادات. بعد كده زي ما انتم شايفين رجعت رسمت الدايرة الدواير كل واحدة عند منتصف القطر علشان ادي طول للصليب من تحت. انتوا عارفين ان الصليب بيبقى له كده ايد من تحت عشان اقدر امسكه مثلا، بيبقى له طول يعني اطول من تحت من فوق عن الراس الفوق. تمام. فانا اديته 3 دوائر زي ما انتوا شفتوا، وبعدين في الدايرة الاخيرة رسمت فيها 3 دوائر 6 دوائر متقاطعين زي ما احنا اتفقنا داير، وبعدين كملت الاقواس اللي مش مقفولة قفلتها وكملت شكل البتلات، وبقى كده الصليب بالشكل النهائي زي ما انتوا شايفينه كده. تمام. الخطوة التانية اللي انا هعملها ان انا هحدد شكل الصليب من بره، علشان انا زي ما قلت لكم انا هكمل رسم الصليب ده بالتمبرة، وهو اصلا على ايقونة خشب متجهزة بجيلاتين والسبيداج وقماش، فبالتالي انا هديله طبقة خلفية من الذهب. تمام. فانا هدهن الجملكة تمام زي ما انتوا شايفين بعد ما حددت الصليب علشان اعزل خشبة الايقونة واقدر احط عليه ورق ذهب بعد كده. تمام. بعد ما بخلص عزله وبستنى طبعا عقبال ما الطبقة دي تكون نشفت، لو هي خشنة بصنفرها قبل ما بحط الدهب طبعا. الخطوة اللي بعد كده ان انا بجهز الاكاسيد، واحنا هنستخدم 3 الوان من الاكاسيد اللي هو الاوكر او الاصفر والاحمر والاسود، وكمان هنستخدم اللون الاخضر. تمام. وكل لون فيهم ليهم رمزيته. تمام. هلون الاكاسيد ازاي؟ الخل والبيض بمقدار معين وبحطه على الاكاسيد وببدأ اقلبهم كويس يدوبوا، وبعد كده ببدأ الون زي ما انتوا شايفين كده. ده اللون الاوكر دوبته في الخل والبيض، وبعدين ببدأ الون بيه البتلات كلها اللي انا رسمتها داخليا. تمام. بالنسبة لرمزية الاوكر هو بيرمز للمسيح نور العالم. تمام. بعدين ببدأ في الجزء الداخلي بلون باللون الأحمر، وبسيب فرق واحدة بين كل واحدة وواحدة وأنا بلون. تمام. رمزية اللون الأحمر بيرمز لذبيحة الصليب وفداء العالم. تمام. بعد ما بخلص اللون الأحمر ببدأ في اللون الثالث وهو اللون الأخضر، ورمزية اللون الأخضر بترمز للمسيح رئيس السلام. تمام. ببدأ احط اللون الاخضر بقى في الفراغات اللي كانت متبقية. الخطوة اللي بعد كده اني بدهن المسيون علشان ابدأ الزق ورق الذهب. بنتظر بس حوالي 10 دقايق، وبعدين ببدأ احط ورق الذهب واضغط عليه والزقه، وطبعا بالفرشة بشيل اي زيادات متبقية. وده الشكل النهائي بعد ما لزقنا ورق الذهب زي ما انتوا شايفين، وبعدين عزلنا الذهب. طبعا اخر خطوة عندنا متبقية هو ان انا هحدد بقى الصليب باللون الاسود. بالنسبة للون الاسود الرمزية بتاعته هو ان المسيح حمل احزاننا وخطايانا المظلمة. تمام. هو ده رمزية الكونتور او اللون الاسود. بخلص تحديد الصليب كله، سواء البتلات الداخلية او الصليب من بره، وبعد كده هنبدأ نرسم الزخارف او المونوجرام الاختصارات حوالين الصليب. ده كده شكله بعد ما خلصنا الكونتور كله سواء من حواليه او من الداخل زي ما انتوا شايفين. وبعدين هبدأ ارسم بقى الاختصارات، وهبدأ احدد مكانها كده بالمسطرة عشان يبقوا الاتنين في نفس المستوى على الجانبين. وهنعمل طبعا اختصار يسوس بخريستوس
وإيوسيوس يعني ابن الله. وبعدين هرسم تحت كمان شكل الألفا بشكله المعروف في المخطوطات، ودايما كان بيتم رسم شكل الألفا على شكل النسر ده أو الطائر كزخرفة الحرف الأول من العنوان. وطبعا برضو انتوا عارفين ان الألفا والأوميجا رمز اللي هو الأول والآخر، أول حرف وآخر حرف، فالأول والآخر البداية والنهاية. كده الأيقونة خلصت، فاضل خطوة الإمضاء، وآخر خطوة خالص ان احنا هنثبتها نرشها علشان الألوان تثبت، وفي نفس الوقت عزل للذهب. يا رب تكون الأيقونة عجبتكم. أيقونة الصليب، صليب من مخطوطات القرن ال18، كان الزخرفة دي منتشرة جدا في القرن ال18 في المخطوطات القبطية، بتعتمد على زخرفة الدايرة، وزي ما قلت لكم ممكن نغير في شكل الدايرة أو في حجمها فيدينا أشكال مختلفة، فجربوا وابدعوا. كل سنة وانتم طيبين، وعيد صليب سعيد عليكم. جربوا ترسموها وابعتولي كده تجاربكم شكلها ايه، واشوفكم على خير في فيديو جديد ورسمة جديدة. باي باي.